قصة حدثت لصياح المرتعد من شيوخ عنزة، شيخ الإمانة بن الجعافرة من ولد سليمان من قبيلة عنزة. والمرتعد هذا يعني قبيله أو يعني مقابله بالقصة الحمزي، والحمزي يقال أن اسمه مطير بن سداح، والحمزي الحمزات حمولة من السويد، فخذ السويد من قبيلة شمر. كان يعني سبب القصة إن صياح المرتعد جاء مع قوم من جماعته من قبيلة عنزة، ومروا على مكان به شمامرة من السويد، وتفرقوا يعني هاك الوقت لا صاروا الضيوف كثار ما يحبون يجون على رجال واحد، يعني يضغطونه الناس هاك الوقت تستر ولا من يعني طعام واجد، فكانوا كل 2 3 يروحون على بيت ضيوف بحيث أنه يصير إجراهم خفيف. صياح المرتعد واثنين معه راحوا البيت مطير الحمزي. مطير كان غايب وما كان بالبيت إلا زوجته، وما كان عنده شيء يقدم للضيوف وهو غايب. لما جلسوا يتقهوون مطير لاحظ أنه حركات، ما هم مطير صياح المرتعد لاحظ أن حركات المرأة غريبة، حس أنها ما هي طبيعية فيها شيء، وهو يصيح له يا بنت الأجواد قولي لي وش السالفة. قالت والله راعي البيت ما هو موجود، وأنا والله ما خبر اللي يحطوه لك، وأنا ذالت من السواد على زوجي وجماعتي وعيالي. قال لا يا بنت الأجواد لا تخافي، عند نحو. النحو يسمى عند بعض القبائل الشمالية المدهن، وهو يعني من الجلد يسوى بحيث أنه يحفظ بو السمن. قالت إيه بس ما بوشين يابس. قالوا قول هاتيه. صياح المرتعد كان يبي حاجة من النحو، أنه خذ ما حار وصبوا بالنحو ورجوا لين يعني حال ما جاء شيء من الزيت، وهو يقوم ويدهن يديه ويدهن عصاه بحيث أنه يفوح ريح سمن، بحيث أن اللي يعني يشم ريحهم بكرة يتوقع أنها ماسلين لهم فطح. فأخويا واثنين أيضا عملوا هاللون، غسلوا يعني يديهم بالماء بدهن وعصيهم وناموا. يعني عذروا بوه ناس ما يعذرون، هذه عذروة يعني موقف محرج. فيوم أنهم أصبحوا مشوا يبون يكملون مسيرهم، الجماعة هذولا كل قال والله يعني هاللون وهاللون، وهذا كرم لنا هاللون وهذا كرم لنا هاللون، وانتم يا صياح قال حنا البارح على مفطح. يا مار قليلك الوقت اللي يدبر المفطح. قال له شوفوا حتى شموا، يقول يشمون يديهم لمر فعلا يديهم سمن يفوح. ما والله انكم حظيظين، اللي قال انا مثلا خبزه جمريه، واللي قال انا والله تمن ومثلا ومريس. الناس هاك الوقت يعني الاحوال مصلحه. فيوم جاء مطير راعي البيت وهي تعلمه زوجته، قالت صياح المرتعد عمل هاللون وهاللون وسترنا عند الناس، والناس هاك الوقت يبون الستر. فيوم انه قالت له الكلام زوجه مطير تأثر، فخذ يعني ذبيحة وهو ياسمه وسم، قال اشهدكم ان هذه ذبيحة صياح المرتعد، وانها طلعت من ذمتي لذمته. ثم قال يا المرتعد واجبك حق وصايب، حق على اللي يعرفون المواجيب، وسمتها بحضور كل القرايب، ذبيحتك يا منقع الجود والطيب، ولو ما بغينا ما علينا غصايب، لا شك ضيف البيت له حق ومصيب، جملتنا يا شوق ضاف الذوايب، وذيعات الطيب بستر المعازيب، يفداك منه ضاري إلا السبايب، اللي أضاف علق بالمعزب كلاليب، جربت شينات السنين النوايب، والجود بالماجود ما به تكاذيب، ترفع لك البيضة بروس الجذايب، حيثك من اللي ينطحون المصاعيب. فراحت السنين ودارت الأيام ومر عدة سنوات، وسبحان الله لأن النية طيبة هالذبيحة هذه تكاثرت. يقول يوم مر عدة سنوات كان عدده وصل 30. فجابت الدنيا صياح المرتعد مع جماعته يعني مسافرين قريب من مكان يعني به مطير الحمزي وجماعته، فأرسل صياح قال يجي ياخذ حلاله. جاء صياح قال هذا حلالك، يقول مر 30. قال وشو هذا؟ قال تذكر قبل كذا وكذا
أنت عملت هاللون وهاللون، قال أنا شطرت ذبيحتك ووسمته، وهذا سبحان الله كله نتاجه. فحاول أنت يا صياح يعني أنه تملص، وأنه يعني ما يبي الحاجة هذه، لكن مطير أصر على الشيء هذا. قال أجل نقسمه ثلاثة ثلث لي وثلث للبيت وثلث الراعية البيت اللي سوت هالشيء. ثم تمثل بأبيات اللي يقول الطيب بحجاج المشيب وهايب، طيب الفتى من عند ربه مواهيب، ثلث لنا وثلث لبيتك حلايب، مقسوم بين الضيف هو المعازيب، ومعزبتنا يا فتى وانت غايب، نشمية تسوى تثير الرعابيب، نشمية ما خلفوها زلايب، لو غبت ما داخلك شك ولا ريب، ومن جرب الدنيا وشاف النوايب، تراه ما يشنع ولا يطري العيب، واللي يسب الشبعة البطن خايب، أصل الزرع زين النبا والتراحيب. يقول اللي يجرب الدنيا ويشوف النوايب يعني مصايبة، وأن نوبنا الناس الطيبين يعني يعسر عليهم الشيء، يقول تراه ما يشنع ولا يطري العيب. ما يشنع يعني ما يسب ولا يقعد يعني يعير عند الناس، ولا يطري العيب، واللي يسب الشبعة البطن خايب. الرجال اللي ما هم ولا بطنه لجته علشان بطنه كذا يقول خايب. أصل الزرع زين النبا والتراحيب. يقول الزرع يعني إيش اللي يقدم للضيف، الأساس به إكرام الضيف، الوجه الطيب والكلام الطيب والمنطق الطيب أهم حتى من الطعام اللي يأكله.